هيئة علمية معتبرة وهي هيئة الاستشعار عن بعد. متى يكون لدينا قمر صناعي مصري 100%؟ والأهم من ذلك، كيف يكون لدينا مثل هذه الهيئة لكل هذا العدد من السنوات ولا نكون قادرين على معرفة ما تحت كل ذرة تراب في مصر من كنوز؟ بعبارة أخرى، كيف يمكن أن يكون لدينا أي كنوز أو أي موارد غير مستغلة؟ هل بالفعل ما زال لدينا؟ أسئلة بطرحها على ضيفي في هذه الدقائق الدكتور علاء النهري، نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك يا فندم. نبدأ طبعا بالرعب اللي أثاره هذا التصريح اللي حضرتك اتكلمت فيه مع بعض وكالات الأنباء، وقلت إن في خلال فترة ملء الخزان. أولا، إزاي وصلتم لهذه النتيجة؟ ثانيا، إيه هي التفاصيل؟ والله حضرتك، وبالنسبة لخزان سد النهضة، زي ما اثيوبيا اعلنت وزي ما احنا شفنا فعلا السعه التخزينيه بتاعته مش هتقل عن 74 مليار متر مكعب. فاحنا بنقول في مجموعه سيناريوهات، واحنا في الهيئه عاملين 3 محاور اساسيه لدراسه المشاريع القوميه، من ضمنها تاثيرات سد النهضه على مصر او على الزراعه المصريه او على الاقتصاد الاجتماعي، الوضع الاقتصادي الاجتماعي لمصر. فبنقول لو سد النهضه، لو زي ما هم قالوا في الاول هنملاه في خلال سنه، او يعني فيضان واحد يعمله، معنى هذا ان هو يمنع عني فيضان انا والسودان. حصتي 55.5 مليار، انا والسودان نوصل حوالي 74 اللي هم هياخدوهم دول. لو خدوهم في سنه واحده اذا منع عني ميه فيضان. وزي ما حضرتك عارفه الزراعه المصريه بتستهلك حوالي 80% بجانب الشرب والاغراض الصناعيه، وباقي الميه بينزل في البحر عشان يعمل بالانس او يعمل توازن، ما يخليش ماء البحر يطغى على الدلتا. وبالتالي في الحاله دي هتحرم، وفعلا في هذه الحاله هيبقى نهر النيل عندي خالي. فدي مشكله خالي تماما. حضرتك بتتكلم عن مجرى فاضي، بتتكلم عن منظر زي منظر نهر برده مثلا في سوريا. والله مش هيبقى يعني خالي بمعنى كلمه خالي، لكن هيبقى ضحل، يعني يعتبر خالي بالنسبه لنا يعني. لكن احنا دايما بنقول ايه، وزي ما قلت قبل كده في وكالات الانباء، ان انا عضو مصر او ممثل مصر في لجنه استخدام السلمي للفضاء الخارجي. وانا بقالي 3 أو 4 سنين بتكلم في هذا الموضوع خطير جدا. كان العالم كله بيسالني، يعني بيقول لي طب انت ايه اللي مزعلكم؟ اثيوبيا عايزه تعمل نهضه، عايزه تعمل توليد كهرباء، عايزه تعمل تنميه عندها، انت ايه اللي يضيرك كمصر؟ يعني قلت لهم لا، حطينا سيناريو وعملت برزنتيشن او عملت عرض قدام الامم المتحده، وحطيت فيه جميع السيناريوهات المحتمله، ووريتهم بالصور الفضائيه سد النهضه، واللي هو كان لسه بيبنوا فيه الخزان بتاعه. قلت لهم هيتسع لو بنوا ال 145 متر اللي هم بيتكلموا عليهم، هيتسع لحوالي 74 مليار. ودي عمليه سهله جدا بنحسبها من المرايات الفضائيه بمنتهى البساطه. يعني عندنا منتهى البساطه، تمت المساله كلها حسابها من خلال الاقمار الصناعيه. الاقمار الصناعيه طبعا. فقلنا لهم لا، احنا عايزين من 7 إلى 10 سنوات فتره ملء السد. مش المشكله في اي حاجه ثانيه غير فتره ملء السد. يعني لو ان اثيوبيا اصرت على ان فتره ملء السد تكون فتره قليله، فده سيعني بالنسبه لمصر الجفاف التام. جفاف طبعا، ما فيش شك. احنا مصدرنا الوحيد او الرئيسي هو نهر النيل. هل في اي صور متوفره قدرتم تحصلوا عليها بالاقمار الصناعيه لسد النهضه؟ القمر المصري بتاعنا ايجيبت سات 2 الحمد لله. ولو حضرتك افتكرت ان اثيوبيا في الاول كانت تراوغ بشكل كبير جدا، وفي المفاوضات ومشاريع بيقولوا كلام وغيروه. لما عرفوا ان مصر اطلقت ايجيبت سات 2 هم اللي طلبوا مننا نرجع تاني لمائده المفاوضات. يعني هم اللي طلعوا، حسوا ان احنا عندنا ورقه تفاوضيه. حصل الكلام ده امتى؟ احنا طلع القمر بتاعنا من شهور بسيطه، يعني من 3-4 شهور. احنا هنتكلم عن القمر ده اكيد بالتفصيل. ده القمر اللي اتعمل بالتعاون مع الصين مش كده؟ لا، القمر ده كان مع روسيا. اللي احنا هنعمله ان شاء الله الثالث هيبقى مع الصين باذن الله تعالى. فمجرد ما عرفوا ان احنا عن في ايدنا مستند حتى نقدر نقدمه اذا ما لجأنا الى تحكيم دولي، قال لا تعالوا نقعد مع بعض. اعتقد ان احنا عندنا بعض الصور. هل فيها الصور دي؟ فيها حضرتك دي صور من القمر المصري طالعه عندنا. يا ريت الزملاء يعرضوها لنا. في صور من القمر المصري. لكن دي انا تعمدت ان اجيب اماكن التنميه اللي عندي دي، شرق العوينات، يعني اماكن طب نغير الصوره يا جماعه. ودي حضرتك سينا باينه طبعا. سينا طبعا موجوده. وبعدين هنرجع نتكلم عن الصور دي بالتفصيل. لكن هل في صور عندنا لسد النهضه؟ سد النهضه لا، اعتقد ان احنا ما زلنا متكتمين عليها، لانها تعتبر من الاوراق التفاوضيه. اللي احنا ما نقدرش نعلن عنها دلوقتي يعني. ودي حضرتك محور قناه السويس. هنتكلم طبعا عن كل هذه الصور بالتفصيل. حد عملاقه. لكن انا عايزه اتكلم الاول على موضوع سد النهضه. اول حاجه بتتكلم انك طرحت هذا العرض امام الامم المتحده. نعم. ده كان في اي سياق؟
حضرتك احنا لجنه الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بتهتم دايما بالتطبيقات السلميه للاقمار الصناعيه. فاحنا بنقول لهم احنا بنطبق الاقمار الصناعيه، عندنا تطبيقات سلميه ولا نلجا لغير السلم ابدا في الاقمار الصناعيه. ومن ضمن الحاجات ديت الزراعه وما سوف تتاثر به الزراعه. يعني كان الامر في اطار زي محاوله لسبر او لمعرفه الاستخدامات الخاصه ما كانتش مساله متعلقه بسد النهضه ولا بالتحكيم ولا بلجان دوليه متعلقه. انا بامانه لا مش تحكيم اطلاقا، انا بامانه كل مره بحس الوطني وكراجل مصري وغيور على بلدي كنت دايما انا اقحم هذا الموضوع. اقحمه لسبب وحيد، لان انا حاسس باخطاره اكتر من المواطن العادي، اكتر حتى من الاستاذ الجامعه اللي هو ما بيتعاملش مع اقمار صناعيه. احنا بالنسبه لنا عين للوطن وعين للرئاسه وعين للبلد. هل الصور دي متاحه امام الجهات اللي بتصنع القرار؟ يعني في لجنه اللي هي اللجنه المصريه اللي بتفاوض، واللجنه الموحده واللجان الثلاثيه وما الى ذلك، هل انتم ممثلين فيها؟ والله احنا مش ممثلين فيها، ولكن احنا دايما بنعرض تقاريرنا على الاستاذ دكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، وهو بيطرح فكره الهيئه دايما كوزير. يعني هذه الصور اللي حضرتك قلت ان انتم متكتمين عليها ولم تذاع من قبل، واللي حضرتك عرضتها في الامم المتحده، والتي تثبت بالدليل القاطع ان لو فتره ملء الخزان قلت مصر ستعاني من الجفاف بالزبط. المحتوم، هل هذه الصور موجوده لدى الاوراق التفاوضيه بتاعت مصر ولا لا؟ موجوده في الهيئه وموجوده لدى القياده السياسيه وهتفاوض بها في اي وقت يعني. لكنها هل حضرتك اجتمعتم مع اعضاء اللجنه؟ هل هم على علم بده، ولا ممكن نقول ان غياب التنسيق ممكن يضيع بعض الاوراق؟ لا مش غياب تنسيق اطلاقا يعني. بس احنا مخلينها دايما تطلع في الوقت المناسب، لان القياده السياسيه عندنا حكيمه ورشيده. دايما تقول نتفاوض الاول ونتكلم الاول مع الناس، وبعد كده اذا ما لجأنا هنطلع كل ورقه. دي ورقه التفاوض، دي ورقه التفاوض. لا بس دلوقتي في وقت احنا بنتكلم دلوقتي على التفاوض على فتره ملء السد، ونتفاوض على السعه التخزينيه، ونتفاوض على حاجات معينه. ولكن اذا سدت السبل امامنا فطبعا هنستخدم هذه الاوراق طبعا في المحافل الدوليه. الاوراق دي يترتب عليها ايه يا فندم؟ قانونا يترتب عليها ايه؟ لا قانونا المفروض احنا دوله المصب لا تدار اطلاقا. صحيح. خاصه في اتفاقات دوليه 59 وفي اتفاقات قبلها من ايام الانجليز عندنا، فما حدش يقدر. في اتفاقات دوليه ومعترف بيها، واعتقد ان في الوقت المناسب مصر هتكسب تماما. تكسب في اي محفل يعني الورق اللي موجود مع حضرتك او الصور الموجوده، يعني اذا فشلت المفاوضات اللي هي على مستوى الدول ولجنه الخبراء اللي هم عاملينها لازم نلجا للامم المتحده. طب دلوقتي بعض الناس بتتشكك او بتخاف ان تكون المفاوضات دي وسيله لاستنزاف الوقت، وخصوصا ان اثيوبيا ماضيه في بناء السد في الوقت اللي احنا بنطالب فيه بالمفاوضات وبتعود فيه للمفاوضات، وان المفاوضات بتمشي في اتجاهات يعني ما عادتش اولا فكره هنبني سد ولا لا، لكن على فكره ملء الخزان زي ما حضرتك بتقول، في حين ان البناء مستمر. اذا حصل مش تضيع وقت اطلاقا، مش تضيع وقت، بالعكس احنا كان ممكن مع اثيوبيا احنا نستفيد من الكهرباء حتى اللي طالعه، ممكن نعمل معها اتفاقات ثنائيه ونستفاد كبلد. ممكن نتعاون معاها، وكنت اتمنى ان نتعاون معاها في بناء السد. انا كنت اتمنى ذلك، كنا ممكن احنا نشارك في وضع التصميمات ونشارك في التنفيذ، وده كان الافيد وده كان قديم. لو حضرتك ترجعي زمان القياده السياسيه في وقت الزعيم جمال عبد الناصر كانت حكيمه جدا زي ما هي حكيمه حاليا في الوقت الحالي يعني بامانه يعني. فكان لما جينا نبني السد العالي واممنا قناه السويس وبنينا السد العالي، امريكا عرضت على اثيوبيا تعمل لها 4 سود مجانا. ولولا علاقه عبد الناصر بهايلو الثلاثي، العلاقه الشديده والحميمه اللي كانت موجوده، كان كل سنه يجي لنا مره واحنا نروح له مرتين وننشئ له هناك. عبد الناصر ينشئ له مصانع وينشئ له مدارس وينشئ له مستشفيات وينشئ له ويدي له معونات. فكانوا كنا قريبين قوي من افريقيا. احنا بعدنا ال 40 سنه اللي فاتت بعد سيء يعني، اثر علينا بشكل سلبي يعني. الرئيس السيسي انا بصراحه انا شفت وانا قاعد بره خبر جميل بيقول ان هو هيحضر القمه الافريقيه في اديس ابابا. فهو حريص. هل مبارك كان حريص ان هو يحضر وان يحافظ على مواردنا المائيه؟ للاسف الشديد كان لا. اثيوبيا شرعت في السد يوم ماتش مصر والجزائر، وان احنا كلنا مشغولين بالماتش والكوره وبتاع، وهم شرعوا في بناء السد. فان شاء الله تعالى انا ما شفت الخبر ده سعدت جدا ان السيد الرئيس السيسي هيزور اثيوبيا في المؤتمر الافريقي اللي جاي ان شاء الله. بيقولوا في 29 31 يناير. انا قريت على الخبر وانا جاي سعدت جدا، لانه كده معناه انه حريص على مصالح وطنه. جميل. يعني احنا نتمنى طبعا ان يعني مصر لا تفقد اي من اوراقها التفاوضيه، ونتمنى طبعا ان الامور تمشي بصوره طيبه في اطار العلاقات بين شعبين بيشتركوا في نهر واحد وفي شريان حياه واحد. لكن كمان بنتمنى ان احنا دايما يكون في ايدينا حتى نصبح احنا لعبه في السياسه الداخليه
في داخل اي دوله. إن شاء الله. بس حضرتك بننتقل من قصه نهر النيل. طبعا المساله زي ما حضرتك بنأكد على الموضوع ان الموضوع الجفاف متعلق بفتره ملء الخزان، اذا تم اختزالها سنعاني من الجفاف، لكن اذا تم التفاوض على فتره ممتده لملء الخزان سيقل الاثر جدا. سيقل الاثر جدا جدا. من هذه المساله اللي هي مشروعات ثانيه، يمكن احنا شفنا بعض الصور وهنرجع نعرضها تاني. انتم مهتمين بمشروعات لها طبيعه، لها علاقه بالزراعه، لها علاقه بالتعدين. اولا نعرف الناس الاستشعار عن بعد، معظمنا بيتصور ان انتوا عارفين ايه اللي تحت كل ذره رمل، ايه اللي في بطن كل جبل، ايه الموارد التعدينيه، ايه حتى الاثار اللي بتحتويها الارض المصريه. بالظبط. هل ده تصور مبالغ فيه ولا دي؟ لا ده تصور حقيقي 100%. الاستشعار من بعد احنا بنقول تعريف بسيط عشان نستعرفه، هو التعرف على موارد وملامح واشكال سطح الارض من بعد، من الاقمار الصناعيه او من الطائرات. ودي عمليه يعني في بعض الناس يقولوا طب احنا هنعمل قمر ليه ونعمل استشعار من بعد ليه؟ احنا عايزين ناكل. لا، الاستشعار من بعد والاقمار الصناعيه وكشف مواردنا هي اللي هتخلينا ناكل ونعيش في رفاهيه. يعني اذا القمر الصناعي بحد ذاته هو مش رفاهيه. الصور اللي احنا شايفينها دي صور ملتقطه بالاقمار الصناعيه. دي حضرتك دي حلايب وشلاتين. والصوره اللي فاتت كانت سينا، شبه عن سينا. وطبعا حضرتك تشوف حتى الالوان المختلفه اللي انت حضرتك شايفاها في الصوره دي، كل حاجه بتعبر عن شيء. ده من ارتفاع قد ايه يا فندم الصور دي؟ لا دي طبعا القمر الصناعي بيبقى من 500 ل 700 كيلو متر. يعني من في الرينج. ازاي حضرتك بتحلل صوره زي دي؟ يعني الالوان المختلفه دي ما الالوان المختلفه بتعبر عن اشياء مختلفه، لان دي معناها انعكاس من الارض، فكل شيء ربنا خلقه على سطح الارض ليه انعكاس مختلف عن الشيء الاخر. يعني الاخضر مثلا او يعني دي الهضبه الوسطى، وبعدين عندي هنا المثلث الجبلي الجنوبي بتاع سينا اللي هو الجرانيت. يعني ديت عباره عن لو خدت منها بصمه طيفيه باستخدام الكمبيوتر هعرف ان ده جرانيت، والجرانيت يحتوي على عناصر ايه. وممكن ما باستخدام صور ثانيه اسمها صور الهايبر سبيكترال نتعرف على نوع الصخر ونوع المعدن كمان. يعني حضرتك بتقدر بالقمر الصناعي تحلل ايه اللي فوق الارض وايه اللي تحت الارض بالظبط يا فندم، واعرف المعدن كمان ايه بتاع الارض. يعني هل انتوا عندكم حصر بالمعادن؟ يعني مثلا من وقت للتاني نتكلم عن اكتشاف منجم او اكتشاف بير بترول. والواحد بيستغرب ازاي يكون في هيئه مفترض انها لديها هذه المعلومات الاساسيه واحنا لسه بنتكلم عن اكتشافات بتتم بالطرق القديمه. ازاي؟ لا احنا مش الطرق القديمه، بالعكس احنا احيانا بنوجه وزارات كتيره جدا ان المكان ده فيه منجم مثلا ذهب. وده كان موجود في المثلث الذهبي. وكان برضو بنقدر نقول لهم المكان ده فيه جرانيت، والجرانيت ده اساسا ممكن يحتوي على ايه، عناصر ايه. ونرجع نقول هنا الفوسفات، هنا الحديد. يعني احنا حاليا عاملين مع وزاره التخطيط بروتوكول وبالاتفاق مع هيئه المواد النوويه، وبصراحه دي شيء جميل جدا ان رئيس الهيئه الاستاذ الدكتور مدحت مختار عمل مجموعه من البروتوكولات مع الهيئات. منهم هيئه المواد النوويه عملنا معاها بروتوكولين او بروتوكول واحد فيه تعاونين. يعني واحد فيهم رسم خريطه استثماريه للحديد في مصر كلها، هنعمل خريطه لمستوى مصر فيها الحديد واماكن تواجد الحديد ونسبه. والحاجه الثانيه في شرق العوينات اللي هنتكلم عليها كتنميه، اللي هو تحديد عمر الخزان الجوفي لشرق العوينات. وديت بصور الاقمار الصناعيه والصور المغناطيسيه واللي تمتلكها طائره هيئه المواد النوويه، ممكن نطلع سعه الخزان وبالتالي نتوسع في زراعه شرق العوينات، لان هناك في ناس. هل بالفعل الخزان الجوفي، يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره في برنامجنا، هل الخزان الجوفي بيكفي لزراعه الملايين الاربعه الفدادين الاربعه مليون اللي اتكلم عنهم الرئيس، ولا كل ما نملكه بحسب بعض الخبراء لا يكفي الا لزراعه مليون واحد من الفدادين دي؟ والله الخبراء متخوفين من مليون واحد، لان طريقه الري وتقنين واستخدام المياه سيء جدا. سيء جدا. يعني منطقه شرق العوينات حضرتك تشوفي بيزرعوا هناك بالبيفوت سيستم او الري المحوري او رش، نوع من انواع الرش. ومع ذلك الاسراف الشديد في الري، احنا كنا بنمشي في غيط القمح كده بنغوص برجلنا في الميه. ففي اسراف شديد جدا لدرجه ان كل سنه منسوب الابار بينقص حوالي متر. ده نتيجه الاسراف. لكن انا لو قننت استخدام الميه في ارض طيبه وجيده زي شرق العوينات، انا هزرع ضعف المساحه بدون اي تخوف. كفينا قد ايه؟ كفينا قد ايه خزان الميه الجوفي؟ والله احنا هنحسبه لغايه دلوقتي على فكره كلها تكهنات. يعني كل الساده العلماء اللي بيتكلموا في حكايه ال 100 سنه، وفي ناس يقولوا 60 و70 سنه، كلها تكهنات. لكن باذن الله تعالى احنا عاملين مشروع مع هيئه المواد النوويه عشان نحدد البيزمنت، وبالتالي نقدر نحدد سعه الخزان بشكل جيد جدا، ونقول كميه الميه الموجوده تقدر تكفينا كام سنه وتزرع كام فدان. لكن انا بقول تقدير مبدئي كده، تقدير مش هيقل عن 100 سنه. مش هيقل عن 100 سنه. طب في الحاله دي لما بيكون في ارض مزروعه، هل مثلا المفترض ان الخطه تبقى 100 سنه بس؟ يعني 100 سنه بتبدو في فتره كبيره. بعد ال 100 سنه هنعمل ايه؟ والله هنبقى استنفذنا كل اللي حوشته لنا الطبيعه طول بالعكس. انا بعد انا المفروض ازرع دلوقتي
من اللي عندي، ده وجهه نظري يعني. وبعد ال 100 سنه النهارده احنا بنستخدم الطاقه الشمسيه في تحليه ميه البحر والتحليه، محطات تحليه على فكره. والكلام ده هنعمله في سينا، محطه تجريبيه في سينا هنعمل فيه محطه تحليه. فالتكنولوجيا والتقنيه بتزداد، فربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد. يعني النهارده لو استهلكنا الميه اللي عندنا هنجد زي تحليه ميه البحر، هنلاقي الطاقه الشمسيه تدينا وسيله رخيصه لاستخدام الطاقه، وممكن في الحاله دي احل ميه البحر. ما نعرفش برضه التغيرات المناخيه تعمل ايه، قد يزيد كميه الامطار عندنا، ما في تغيرات مناخيه حاليه واضحه جدا يعني. فدي احنا في علم الغيب، احنا نتكلم لا تعلى عندي المورد اللي عندي ازاي استخدمه عشان اكفي بيه عموم الشعب، وفي نفس الوقت اطول فتره ممكنه بالتقنين. يعني دي انا لازم احطها في اعتباري. هل حتى الدلتا حاليا بتروى صح؟ لا. هل الصحراء بتروى صح؟ لا. للاسف في ناس بتزرع موز في طريق اسكندريه، صعب تلاقي في مزروع موز وهو شره للمياه. في خطا في تقنين استخدام المياه. فاعتقد لو قننا استخدام المياه وحطينا المقننات المائيه لكل محصول بشكل جيد ومحسوب ومدروس، متاكد ان احنا فعلا هنقدر نروي ضعف عدد الافدنه اللي عندنا. وزي ما السيد الرئيس قال عايزين 4 ملايين فدان، هنوجد لهم الميه بس بترشيد استهلاك المياه. احنا عرضنا قبل شويه صور شرق العوينات، وحضرتك اتكلمت عن مشروع للتنميه الشامله. ايه دوركم انتم كهيئه استشعار عن بعد في تقديم مفهوم للتنميه الشامله في المكان ده؟ حضرتك احنا عندنا 8 شعب علميه، كل شعبه تمثل كليه. دي صور، دي شرق العوينات حضرتك، وده الري المحوري اللي هو الدواير دي الموجوده. وحضرتك شوفي جنبها ارض كتيره جدا واضحه ان هي ما زرعتش، يمكن اكتر يعني. دي جزء صغير حتى من شرق العوينات، مش كل شرق العوينات. الجزء المزروع فين يا فندم؟ الجزء المزروع اللي هو واخد الدواير المظلله دي. المظلله دي ده عباره عن الري المحوري اللي هو زي طريق اسماعيليه، الري اللي بيلف ده الري المحوري بنوع من انواع الرش. وطبعا الاستغلال قليل جدا، انا شايف انه قليل جدا. شرق العوينات دي ممكن تكفينا قمح على فكره لو رشدنا استخدام الميه، لو استخدمنا اصناف من القمح متحمله للجفاف، ودي موجوده حاليا. ما عندناش ملوحه، الارض هناك زي الفل، والميه من 200 الى 1000 جزء في المليون. يعني ميه تروي 200 دي اقل من النيل، النيل 350 جزء في المليون. ال 200 دي اقل من يعني ملوحتها او الاملاح، نسبه الاملاح فيها اقل من النيل، وبالتالي ممكن يعني ميه عذبه اكتر من ميه النيل. في ابار هناك ميتها اعذب من ميه النيل. وبرده في سيوه ابار اللي هي شركه رجوة عاملاها على عمق حوالي كيلو، بتجيب ميه احسن من ميه النيل. على ذكر بقى كده قصه الشركات، يعني هل الزجاجات المعبأه دي فعلا بتستنفذ الميه اللي احنا ممكن نستخدمها في اشياء تانية، ولا حضرتك شايف انها بتضر الخزان المائي ولا ملهاش تأثير؟ ما اعتقدش كمياتها مهما كان مش ضخمه قوي يعني. يعني الزراعه بتاخد قد كده اضعاف يعني، ما اعتقدش يعني، ولكن هو نوع من الاستخدام طبعا. على ذكر الزراعه، يمكن احنا قبل شويه كنا اشرنا الازمه حاصله بين وزاره الزراعه وبين الفلاحين على زراعه القطن. هل انتم شايفين ان مصر عليها انها تعيد النظر في بنيتها المحصوليه؟ يعني القطن اللي هو محصول تاريخي مرتبط بمصر ومرتبط بسمعه الصناعه المصريه، والقطن المصري اللي بيتعمل منه اجود انواع المنسوجات في العالم كله، هل علينا ان احنا نودعه في تقدير حضرتك؟ لا طبعا، لا طبعا. القطن المصري مرتبط بمصر، والقطن المصري للاسف الشديد كثيرا من المصانع حولت الى اقطان قصير التيله، استخدام اقطان قصير التيله. واحنا عندنا القطن الممتاز اللي كنا بنعتمد ان احنا نصدره ونستورد اقطان قصيره التيله وان نصنعها، فاحنا اللي هندمره بايدينا. يعني كده وزاره الزراعه هتدمر القطن بايديها. القطن يساوي مصر، يعني كلمه ايجيبشن كوتون، وانا بره في اوروبا بتفاخروا يقول لك ده ايجيبشن كوتون. صحيح. هنفقد هذه الميزه زي ما بنفقد حاجات كتيره جدا. اعتقد شيء سيء وسلبي جدا جدا يعني. ارجع بقى مره تانية للمعادن، يعني احنا شفنا حتى الصور بعضها اللي كانت موجوده معانا فيها الوان البعض متصور، وحضرتك تصلح لنا اذا كانت الالوان دي هي الوان المعادن التي تحتويها الجبال. احنا عندنا كم في المية من ثروتنا المعدنيه معروف، وكم في المية مازال مدفون في هذه الالوان؟ والله احنا عندنا تقريبا الهيئه دارسه مصر كلها كويس جدا، وعاملين خريطه استثماريه للمعادن في مصر، وبنقول لهم ادي هنا اماكن الذهب، ادي هنا اماكن الحديد. لكن العبء مش علينا، احنا بتوع بحث علمي، احنا علينا نقول المورد فين وكميته قد ايه. كميته قد ايه؟ يعني احنا عندنا قد ايه من مواردنا غير مستغله حتى الان موجوده في احنا ما استغلناش اكتر من 20%، اقل من 20% من مواردنا، اقل من 20% بكتير كمان، بكتير اقل كده، يمكن 10%. ايه المعادن الكتير اللي ممكن تبقى؟ انا هضرب لحضرتك مثال بسيط قوي في سينا. يعني سينا في الرمال البيضاء بنصدرها بحوالي $9 للطن. اللي بتعمل منها السيليكون. بيتعمل مش السيليكون بس، ده بيتعمل ده اجود انواع الكريستال في العالم بيروح ويرجع لنا ب $900 وبدل 9 بقى 900. طب ما نصنعوش ليه؟ ده شيء غريب يعني. ده ان شاء الله ده اللي احنا عايزينه في تنميه سينا، ان احنا فعلا نعمل مصنع يستوعب بطاله ويستوعب شباب ونصنع ونكسب كاقتصاد. ادي حاجه. الرمال السوداء
دي اللي ممكن يخش فيها الصراعات، دي عناصر مشعه موجوده على السواحل المصريه، موجوده على سواحل البحر المتوسط، موجوده على الاحمر في بعض المناطق برضه غير مستغله. حضرتك الاسمنت اللي احنا بنتكلم عنه، نقول الاسمنت واسعاره عاليه، ده عباره عن طفله وحجر جيري. كل صحاري مصر طفله وحجر جيري، كل صحاري مصر، يعني ممكن اعمل 200 300 400 مصنع. وهي المشكله بقى في التاثيرات البيئيه يا فندم. انا في صحراء ببعد عن القاهره مثلا بالاف الكيلومترات، وهعملها تاثيرات بيئيه هنا فين؟ انا عايز اقضي على البطاله، يعني انا اتمنى كمواطن مصري ان امشي الاقي كل شاب يشتغل. طب ده اللي فوق الارض، اللي تحت الارض، اللي تحت الارض يعني ذهب، الحديد، ايه المعادن اللي مصر غنيه فيها ولم تستثمر ثروتها فيها بعد؟ مصر غنيه في كل حاجه على فكره، في كل المعادن. مصر غنيه بمعنى كلمه غنيه. احنا عندنا تحت الارض، عندنا الرادار، الصور الراداريه. الصور الراداريه بتخترق سطح الارض من 4 لغايه 20 متر. ال 20 متر في الصحراء اذا كانت جافه، لان مشكله الشعر من بعد بشكل عام او الصور الفضائيه لو قابلت ميه تمتص الميه، تمتص الاشعه. ففي الصحراء بتبقى جافه، فبنقدر نوصل ل 20، بنقدر نشوف ونستوعب بالرادار خاصه، بنقدر نعرف بالظبط ايه اللي تحت الارض. حتى الميه، يعني في حاجه اسمها باليو درينج عندنا كنا مطلعينها، او المجاري المائيه القديمه دي، معناها ان النيل كان بيمشي في المناطق دي، وبالتالي بننزل كميه ميه وبنلاقي فعلا مخزون مائي تحت، يعني لما نحفر ابار بنلاقي ميه، فدي كلها بينها الرادار. يعني يمكن بعضها حتى ايام اثناء حفر قناه السويس لما لقوا بعض المجاري، الحاجه العبيطه دي اللي بعض الناس استخدموها، انا رحت شفتها. وده اللي هو بيقول لك مجرى قديم لنهر النيل. لا، غير المجرى القديم ده في بلوزه، اللي هو الباليزوي، كنا مسميه نهر الباليزوي، يعني فرع من فروع النيل السبعه اللي كانوا قدام. يعني لا، هي المنطقه هم بيحفروا شيء طبيعي جدا يطلع شويه ميه. في ناس استخدموها كهجوم على هذا المشروع العملاق اللي انا عايز افرد له وقت. يعني هذا المشروع العملاق انا بشبه فيه الرئيس السيسي بجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر امم قناه السويس، اجدادنا حفروها. السيسي النهارده هيضاعف قدرتنا الاقتصاديه من قناه السويس. هل تمت الاستفاده بفكره الاستشعار عن بعد وبامكانياتها وبعلمائها في اثناء التخطيط لهذا المشروع؟ اكيد طبعا. الفريق مهاب مميش دايما يسال السيد الدكتور رئيس الهيئه وبياخد رايه في هذا الموضوع، واحنا طبيعي بنعمل مونيتورنج او بنعمل دايما تتبع. ايه كانت توصياتكم يعني لما اتعرض عليكم المشروع ده كفكره في الاول؟ نعم. ايه الانطباع الاول؟ هل انتوا شفتوا انها كانت فكره جيده جدا وعليها انها تنفذ؟ ايه العقبات اللي هتواجهها؟ هل كان لكم ملاحظات على المكان بتاع الحفر؟ كان عليه ان هو يعني ينتقل الى مكان اخر؟ ايه الملاحظات اللي قدمتوها بوصفكم علماء بتبحثوا في هذا المجال تحت الارض وفوقها؟ نعم. وحضرتك المكان الموجود حاليا فعلا افضل الاماكن، ودي برضو كان بتستفاد من خبرات الاستشعار من بعد. احنا بس بنوصي بشيء، ان وانا بخطط وانا بعمل مثلا زي الاسماعيليه الجديده او وادي التكنولوجيا، وانا بخطط لازم اراعي استخدام الارض الحالي الموجود. فلو ارض كانت زراعات لازم ابعد عنها، لازم اسيب الزراعات، ما ابنيش فوقيها. دي اللي اتمنى ان هو ان شاء الله يتعمل. ده متحقق في لا، في الاستشعار الموضوعي احنا بنقول الاماكن دي ممكن نستخدمها في المباني المنشات السكنيه او المناطق الصناعيه، ودي عليها ان تبقى اراضي زراعيه زي ما وطبعا انا النهارده لما بزرع شبر لازم احافظ عليه. دي اللي احنا نتمنى نعملها. فالهيئه دايما بتقدم العون لقناه السويس وللبلد بشكل عام، واذا لقينا اي شيء اثناء الحفر احنا بنتابع على فكره من كل 14 يوم او كل 16 يوم بيجي لنا صوره جديده، من لانسات 8 حتى الموجود فور فري يعني. ومع ذلك احنا بنتابع وبنحلل الصور بحيث نشوف العمليه ماشيه بشكل جيد. لو لقينا شيء مش مظبوط هنبلغ القيادة السياسية تماما. يعني عايز اسال حضرتك على الاقمار الصناعيه، ليه احنا محتاجين اقمار صناعيه جديده؟ وليه بعد ما عملنا القمر الروسي قبل 3 شهور زي ما حضرتك بتقول بنعمل قمر دلوقتي مع الصين؟ اولا مصر كانت باديه هي والصين والهند مع بعض، هي قبل الهند كمان. الصين سنه 6 لا مطلعين قمر فين؟ الهند عدت ل 34 قمر وبتعمل اقمار عسكريه كمان. فكان جمال عبد الناصر رحمه الله عليه كان في الستينات بيخطط ان هو يعني التصنيع الفضائي كان ناوي يعمله بشكل جيد جدا، وبرضه حتى النووي كان مهتم قوي بالحاجتين دولت. لولا حرب 67 هي اللي وقفت البرنامج بتاعنا بشكل. لكن مصر على فكره في هذا الوقت كانت فيها اعلى معدل تنميه في العالم. مصر من 60 ل 65 اتبنى فيها 1000 مصنع. 1000 مصنع. من فتره السادات لغايه الفتره اتباعوا غير ان هم اتباعوا حضرتك، ان ما تمش انشاء مصانع جديده. غير مصنع بسكويت، مصنع مش الحاجات اللي هي مش صناعات تقيله يعني. فالرئيس السيسي بيعيد الصناعه الثقيله تاني في
برنامج الفضاء المصري ان نصنع قمر صناعي. احنا النهارده ان شاء يعني الله هل القمر ده احنا بنصنعه ولا يعني ايه مدى التعاون، ايه الدور المصري في تصنيع القمر هنا؟ حضرتك في دور، يعني يا ريت تشوفي حتى الاتفاقيه اللي كانت موجوده مع الصينيين، كنت انا باعت الصور بتاعتها. مصر هتشارك من لغايه 60% تقريبا من مكونات القمر، هيتم تصنيعهم هنا في مصر؟ في المدينه الفضائيه مع الصينيين. يعني اتفقنا معاهم كان الاول رافضين، ودول اوروبا طبعا كانت رافضه تماما لسبب مش عشان عدم مشاركه التكنولوجيا، مش عايزه تديكي تكنولوجيا، عايزه تديكي منتج. انا الكلمه دي قلتها وللاسف بعض الصحف فهمتها غلط. يعني هي مش طبعا مصر محترمه جدا سياسيا بره، والعالم كله يتمنى يتعامل مع مصر في الوقت الحالي على فكره، ولكن كانت المشكله حاجه واحده بس، ان هم مش عايزين يدوكي التكنولوجيا بتاعتهم. عايز يبيع لك منتج واحنا مش عايزين، عايزين نتعلم التكنولوجيا وفكره. فاحنا رحنا قلنا للصينيين بالظبط، قلنا لهم ايه، لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف اصطادها. فاحنا خدنا مثلهم وطبقناه عليهم. لا احنا مش عايزه يعلمني، لان عندنا اولاد شاطرين جدا خدوا تجربه جميله جدا من القمر ايجيبت سات 1 اللي عملوه في اوكرانيا. يعني عندنا مجموعه مهندسين ممتازين. امتى القمر ده هيطلع؟ ان شاء الله في اخر 2017 هيطلع القمر الثالث، ولكن احنا دلوقتي مطمنين عشان عندنا قمر شغال حاليا. القمر الروسي ده ما شاركناش في تصنيعه؟ لا ما شاركناش في تصنيعه. لكن القمر اللي بيتم تصنيعه حاليا اللي هيبدا تصنيعه امتى؟ ان شاء الله احنا هنبتدي من الشهر الجاي. احنا خلاص عاملين معاهم بروتوكول وعاملين معاهم تعاون، وان شاء الله في 20 او 22 هنصنع ان شاء الله تعالى، هنصنع قمر مصري 100%. وده اللي مرادنا كله يعني، حلمنا. نتمنى ان احنا نصنع القمر المصري، ونتمنى ان احنا كمان نبقى دوله مصدره لهذا النوع من التكنولوجيا، ونتمنى ان تجيلنا بلاد عشان تستفيد بخبرتنا في يوم من الايام زي الصين. اكيد يا فندم. ده ممكن يحصل امتى؟ ما انا اقول لحضرتك بعد 2020، يعني 2020 احنا مخططين باذن الله تعالى ان احنا نكون تصنيع مصري 100%، بل بالعكس نقدر نبيعه بقى، ونبتدي نبيع تكنولوجيا بقى، مش نستورد تكنولوجيا، هنبيع التكنولوجيا باذن الله تعالى. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور علاء النهري، نائب رئيس هيئه الاستشاره عن بعد. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، متشكرين، كتر خيرك. ومشاهدينا، ذهبنا اليهم واستمعنا الى اصواتهم والى شكاواهم. في المنيا 13 اسره تبحث عن عائلها المختطف في ليبيا. إلى أين تسير هذه الأزمة؟ هل بالفعل الاستهداف على أساس طائفي؟ الدور اللي المفروض الحكومة المصرية تلعبه حتى يتم استعادة مليون مصري أو أقل